عمرِك دخلتِ رمضان وأنتِ نِفْسِك تكوني أحسن نسخة من نَفْسِك؟ كان عندِك خطة، قيام ليل، قُرب من ربنا، نوايا جميلة وصادقة، وبعدين رمضان ييجي ورمضان يخلص واللي كان نِفْسِك تعمليه يا إمّا ما اتعملش أو اتعمل بس من غير ما تحسّيه ومن غير ما يسيب أثر جواكِ وتخرجي من رمضان من غير تغيير حقيقي. أنا رحاب أسامة وبارحّب بيكم في حلقة جديدة من Dare to Dare وكل سَنة وأنتم طيبين ورمضان كريم. خلّيني أقول لكم حاجة، إحنا عندنا خطط وأهداف ونوايا جميلة، وأفكارنا يا إمّا بتدعّمنا وتساعدنا نحقق خططنا، يا إمّا بتقف ما بيننا وما بين اللي نفسنا نوصل له. طيب أفكارنا سواء اللي في صفّنا أو اللي ضدنا بتيجي منين؟ من الكلام اللي بنقوله لنفسنا، من مشاعر زادت عن حدّها وخرجت عن السيطرة، من كلام الناس اللي بيحبونا واللي بينتقدونا. كل ده صحيح، بس النهارده إحنا في شهر مبارك، لو فعلًا عايزين نخرج من رمضان أحسن وأوعى وأقرب، حابة أتكلم النهارده عن مصدر تاني مهم جدًا، مش بس بيغذي أفكارنا، لأ كمان بيأثّر على مزاجنا وطاقتنا، وبيظهر بشكل تاني في أفعالنا. النهارده هنتكلم عن أكلنا، أكلنا مش بس مصدر طاقة، الأكل اللي بناكله بيأثّر بشكل مباشر على تركيزنا، مزاجنا، ثبات أفكارنا، يعني بيأثّر على قدرتنا إننا نبدأ ونلتزم ونحس باللي بنعمله. تخيّلي معايا مرّة كلتِ أكلة تقيلة شوية وكنتِ مستمتعة بكل قطمة فيها، وبعدها كان عندِك خطط تروحي الgym، تشتغلي على مشروع، تحفظي قرآن، تركّزي وتنجزي. يا ترى إيه اللي حصل بعد الأكلة؟ حسيتِ بإيه؟ قدرتِ تكمّلي وتنجزي؟ كنتِ بتقولي لنفسِك إيه قبل الأكل وقُلتِ لنفسِك إيه بعد الأكل؟ يا ترى حُبِّك وتقديرِك لنفسِك اتأثّر؟ الحقيقة العلاقة بين الأكل وأفكارنا ومزاجنا مش ماشية في اتجاه واحد. لما نكون متوترين، قلقانين، زعلانين، مرهقين نفسيا غالبا ومن غير وعي بنحب نروح ونميل لأكل الراحة، مش علشان الجوع لكن علشان نهدى، ومن غير ما نحس الأكل بيبقى وسيلة لإدارة المشاعر مش لتغذية الجسم. وده اللي بيحصل كتير في رمضان وقت الفطار، لما نسيب مزاجنا هو اللي يختار الأكل ده. إيه اللي بيحصل؟ هرمون السعادة والدوبامين بيرتفع ومعدل سكر الدم بيزيد بسرعة جدا، تحس براحة وطاقة سريعة، وبعدين يحصل الهبوط، والنتيجة المزاج يهبط، كسل، أفكار تقيلة، تقل في العبادة وصعوبة تركيز. طب إيه اللي يحصل لو اخترتي من مكان واعي؟ وعي بالأكل اللي بيستنزفك وبالأكل اللي بيدعمك، وعي بالروتين اللي بيضغطك وبالروتين اللي بيخليكي أهدى، لأن في إيدك تكملي من طريق مختلف، طريق يخلي رمضان شهر عبادة مش شهر شقة. في إيدك تقرري إيه تعمليه، إيه تقلليه، إيه توقفيه، وإيه تغيريه. لما الأكل يدعمك جسمك بيستقبل الأكل من غير توتر ولا لخبطة، المخ بيتغذى في طاقة أهدى، في تركيز، في نشاط، في مزاج مستقر. الصلاة ما تبقاش مجرد أداء، تبقى حضور، وتعيشي روحانيات أعمق وشعور بالرضا والقرب. في حاجة أنا لاحظتها وحابة أشاركها معاكم، حياتنا فيها طريقين، طريق العادات والتقاليد وطريق الدين. ساعات العادات بتدعم الدين وتظهر جمال العبادات زي العيد، صلاة العيد والعيدية واللبس الجديد وصلة الرحم، كلها مظاهر بترسخ معنى العيد في المجتمع والمشاركة والتقرب من ربنا. لكن أحيانا طريق العادات بيمشي لوحده من غير ما نحس، إحنا كمان بنمشي وراه ونبعد إحنا كمان. لما رمضان يتحول لولائم ونقضي أغلب الوقت في المطبخ ونخرج من الفطار كسلانين وننسى إنه شهر عبادة، ساعتها إحنا محتاجين نقف ونعمل إحنا التغيير، حتى لو اتلمنا أو اتحكم علينا أو تشكك في نيتنا، لأن إرضاء الناس عمره ما يجي ويكون على حساب رضا ربنا. الخلاصة الصيام مساحة للوعي والتأمل، نسأل نفسنا أنا باكل إيه وليه؟ هل الأكل ده بيغذيني ولا بيسكت إحساس؟ ونفتكر إن كل ما الأكل كانت كميته أقل وقيمته الغذائية أعلى، كل ما جسمنا يقدر يدعمنا في العبادة والتركيز والحضور. رمضان فرصة نسمع فيها جسمنا مش بس نسمع قلبنا، والتغيير الحقيقي مش دايما محتاج مجهود أكتر، أحيانا محتاج وعي وقرارات جريئة.